فنية. اخر حاجه سجلتها وصورتها لحن حاجه لمصر عاملينها، هو عباره عن اوبريت صغير كده، لحن حمدي الجنايني وغناء حمدي الجنايني وابنه كمان رشيد، صوت من الاصوات الواعده، والصوت الجميل مي فاروق، والصوت الحلو قوي وعد البحري، وان شاء الله يا رب يعجب الناس. جميل. هنسألك بقى سؤال على المستوى الشخصي، ايه شعورك لما جوزتي بنتك الثانيه ريم؟ طبعا اكيد يعني حدث اي ام في الدنيا بتبقى مستنياه وبتبقى فرحانه قوي لدرجه ان هي مش عارفه توصف سعادتها يعني. فانا طبعا سعيده جدا الحمد لله، مش بس عشان هي يوم بفرحتها يعني، لا سعيده كمان ان ربنا رزقها ببني ادم حسيت ان هو ابني، فربنا عوضني بالولد اللي انا كنت بستناه. جميل. طيب بالنسبه يعني ايه رايك في مستوى الاغنيه دلوقتي؟ خليني ابص للنص الكوبايه المليان يعني مش الفاضي. طبعا عندنا اصوات جميله قوي، ولكن للاسف مش موجوده كما يجب. اصوات طربيه قوي، ومصر طبعا طول عمرها فيها خير ولا تنضب من خيرها، ومصر هي هوليود الشرق. عندنا امل ماهر، عندنا مي فاروق، ريهام عبد الحكيم، رحاب مطاوع، عندنا اصوات كتير. غادة رجب، يعني بخاف اقول اسماء احسن حد يعني انسى اسم، ولكن عندنا اسماء جميله قوي، اصوات واعده ومشرفه لمصر. اتمنى بس انها تتواجد بالشكل المطلوب. وعندي همسه اركان فؤاد وفيروز كمان برضو من الاصوات الحلوه، يعني في اصوات كتير موجوده، ولكن اداره الاصوات دي مهمه قوي، وللاسف مش موجوده الاداره دي. جميل. لكن في بالنسبه لبناتك، هل بعد الجواز يعني هيكملوا مشوارهم في الغنى ولا في وجهه نظر مختلفه؟ همسه لسه ما اتجوزتش، فيروز اتجوزت لكن بتحب الفن وطبعا عايزه تكون متواجده في الفن، وهمسه ما عندناهاش مانع، وخاصه ان هي اتخرجت الحمد لله السنه دي من اقتصاد وعلوم سياسيه، فما وراهاش حاجه. لكن هي الظروف بتاعت البلد والعالم العربي كله وندره الحفلات واقحام شركات الانتاج على انها تنتج اغاني جديده، يمكن ده اللي مقعد شويه ناس كتير في البيت، سواء اذا كانوا موجودين اوريدي على الساحه او اصوات جديده لسه ما ظهرتش يعني. جميل. يعني اخيرا حضرتك تتمني ايه لمصر بعد 3 سنين من الاضطرابات السياسيه؟ اتمنى يعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني كلمه مصر اصلا كلمه كبيره قوي. انا بشوف مصر دي يعني معرفش، بحس ان انا لما بتقول مصر كده في حاجه جوايا بتتحرك، هي انا مش عارفه يعني، ممكن دموعي تنزل، ممكن حاجات كتير قوي، احاسيس كتير قوي مختلطه مش عارفه اقولها ايه. فلما مصر بتبقى في حاله قلق او اضطراب او اي حاجه، مش انا بس، ما اعتقدش انا بس، يعني كل مصري بيحب بلده بجد مصر، وكل عربي. انا رحت الكويت مثلا، مش قادره اقول لك وانا بغني اغلى اسم في الوجود يا مصر. انا اولا كنت بغني وانا بعيط، والناس يعني شعب الكويتي الطيب الجميل كلهم كانوا بيعيطوا. فكلمه مصر دي قد ايه جميله، وقد ايه في ناس كتير مش عارفه قيمتها.